مرحبا بكم في قناة أوس فوت. الجزائر. أكد الناخب الوطني جمال بلماضي اليوم الأحد بالجزائر أن لاعب الدولي ريان آيت نوري فورهام بتن أنجلترا سيكون ضمن تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري في التربص المقرر لشهر مارس المقبل 2023 تحسبا لتصفيات كأس أفريقيا للأمم. وأوضح بلماضي خلال ندوة الصحفية التي نشطها بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى أن آيت نوري قد غير رسميا جنسيته الرياضية، وتحصلت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم منذ 3 أيام فقط من قبل الاتحاد الدولي على وثيقة تغيير الجنسية الرياضية التي اختار فيها لاعب تقمص ألوان المنتخب الوطني الجزائري. 3. إنه لاعب موهوب وستكون الفرصة متاحة أمامنا لمشاهدته عن قرب خلال تربص شهر مارس المقبل. وأضاف الناخب الوطني: اتصالاتنا مع آيت نوري تعود إلى شهر أكتوبر من سنة 2019، لكنه لم يرحب بالفكرة حينها، فاتركنا الأمور تسير على ما هي عليا. الآن سنعطي له فرصة اللعب في المنتخب ونتمنى أن يقدم الإضافة المرجوة منه. وبالمقابل امتنع الناخب الوطني عن الإدلاء بأي تصريح أو تعليق عن الأخبار الرائجة في الأيام القليلة الماضية بخصوص قرب التحاق اللاعب حسام عوار ليون فرنسا بالمنتخب الوطني، التي مفادها أن اللاعب شرع هو الآخر في إجراءات تغيير جنسيته الرياضية. وتجدر الإشارة أن المنتخب الوطني لا كرة القدم سيشرع في إجراء تربص تحضيري تحسبا للمقابلتين الوديتين ضد كل مالي يوم الأربعاء 16 من نوفمبر بملعب ميلود هدفي بوهران ساعة 30:20، والسويد يوم السبت 19 من نوفمبر باستاد يوم أيليدا بمالمو 30:20 ساعة. الناخب الوطني جمال بلماضي قد وجه الدعوة ل24 لاعبا تحسبا للتربص المقبل للخضر والمباراتين الوديتين أمام مالي وسويد، وهي تشكيلة التي تسمت بالاستدعاء الأول للاعب مهدي الريس من نادي سام بدوريا الإيطالي، وعودة الحارس رايس مبولحي والمهاجم سعيد بن رحمة. للتذكير، يبقى رفاق رياض محرز مانشستر سيتي الإنجليزي على انتصارين متتاليين وديا أمام على توالي غينيا 1-0 ونيجيريا 2-1 بالملعب الأولمبي الجديد ميلود هدفي بوهران. الجزائر. تطرق الناخب الفريق الوطني لكرة القدم جمال بلماضي خلال ندوته الصحفية المنعقدة اليوم الأحد بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى لعدة مواضيع قبيل المباراتين الوديتين المقررتين يوم الأربعاء ضد مالي بملعب ميلود هدفي بوهران ساعة 30:20، والسبت أمام سويد بمالمو 30:20. مونديال. تمنى جمال بلماضي حظا سعيدا للمنتخبات الإفريقية المشاركة في مونديال 2022 بقطر، والتي ستعطي إشارة انطلاقته بعد أسبوع، حيث قال: حظ سعيد للجميع وسنكون أنصار هذه المنتخبات. الجزائر. تطرق الناخب الفريق الوطني لكرة القدم جمال بلماضي خلال ندوته الصحفية المنعقدة اليوم الأحد بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى لعدة مواضيع قبيل المباراتين الوديتين المقررتين يوم الأربعاء ضد مالي بملعب ميلود هدفي بوهران ساعة 30:20، والسبت أمام سويد بمالمو 30:20. مونديال. تمنى جمال بلماضي حظا سعيدا للمنتخبات الإفريقية المشاركة في مونديال 2022 بقطر، والتي ستعطي إشارة انطلاقته بعد أسبوع، حيث قال: حظ سعيد. انتقادات. في سؤال يتعلق بالانتقادات التي مست شخصه خاصة منذ إقصاء المنتخب الجزائري في المباراة الفاصلة لمونديال 2022، أجاب بلماضي يقول: بخصوص الانتقادات ضد الشخصي سأجيب عليها عند الضرورة بطريقتي الخاصة وحسب مزاجي، لكنها تقدر بنسبة 5% من انشغالاتي، أركز فقط على عملي مع المنتخب، لم أقل أبدا بأن الأحسن حتى في حالة الفوز أنني دائما غير راض. عريبي. سيلتحق مهاجم شباب بلوزداد كريم عريبي بالمنتخب الجزائري للمحليين المتواجد حاليا في تربص بالإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد مباراتي مالي وسويد.
مبولحي. تطرق الناخب الوطني مجددا لاستدعاء الحارس رايس مبولحي القادسية السعودية، حيث قال: نحن حزينون للاعب مثله ينشط في القسم الثاني السعودي، فهو يلوم نفسه وأنا لومه. عمره 36 سنة، له رغبة كبيرة في تمثيل الفريق الوطني، فلسا ليس سوى رقما نتابع حراسة آخرين مثل قايا مرباح. الرجاء البيضاوي المغرب اليوم أمد له يدي، لقد أدى مباريات كبيرة. مشاكل. لم يستبعد الناخب الوطني إمكانية استدعاء حارس أو اثنين أمام الغموض الذي يكتنف حضور بعض الحراس في هذا تربص، ويقول في هذا السياق: لماذا استدعيت 4 حراس؟ ربما تكون هناك مفاجأة في آخر لحظة، حيث يتوقع غياب أحدهم، فالوضعية معقدة بالنسبة الزغبة الذي قد يكون غائب رغم أن البطولة السعودية متوقفة منذ شهر، لكن الوضعية تبدو معقدة وهو على علم بذلك. ربما سنضطر إلى استدعاء حارسا أو اثنين. عاد المدرب الوطني لتصريحات التي أدلى بها وسط الميدان الدولي ياسين إبراهيمي، الذي اعتبر أن الحكم الغام بكاري قاسامة لا يتحمل كامل المسؤولية في إقصاء المنتخب الجزائري من مونديال 2022 أمام الكاميرون، لما قال: لا تضع تصريحات سليماني وإبراهيمي في نفس المستوى، كل واحد حر في أقواله. وما قاله إبراهيمي يختلف عن إسلام الذي عاش المباراة وكان فوق الميدان. في أقوال ياسين تخصه وحده فقط، علي أن يتحدث مع زملائه ليرى هل هم موافقون على تصريحاته. قطر. بالماضي لم يتأخر في تمنياته لقطر نجاحا كاملا في كأس العالم المقبلة، حيث قال: قطر بلدي الثاني، لقد كان بالإمكان أن نكون حاضرين في الدار، أتمنى لهم تنظيم دورا ناجحا، سأتابع المباريات عبر شاشة صغيرة، هناك تحاليل يجب استنتاجها بعد المونديال وخاصة منها المستجدات التكتيكية، أنا شغوف بأن تبدأ المنافسة وأيضا أن تنتهي، قلبي يدمي بعد ضياع التأهل، خاصة وأن منتخبنا سيكون الغائب الكبير في المونديال، طموحنا كان كبيرا وهذا ما آلم لاعبينا الذين كان لهم ردة فعل مشرفة. مرحبا بكم في قناة أوس فوت.